النهارده هنعمل فيلم اكشن وجريمه اسمه تلافا. بس قبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. بيبدا فيلمنا مع شويه بلطجيه تبع واحد اسمه بهاترا، واللي بيقعدوا يضربوا في الناس عشان مش عايزين يدفعوا الاتاوه اللي فرضها بهاترا عليهم. وبيبقى في واحد اسمه فيسا وسطهم ومعاه ابنه الصغير، وبيقعد يحاول يبعد عنهم بس هم بياخدوا ابنه وبيرموه بعيد. وبيقدر يمسكوا راما اللي كان ضد البلطجيه دول وبيحاول يدافع عن اهل المدينه. وبعدها فيسا بيقعد مع راما وبيقول له ان هو مش هيقدر يستنى في المدينه دي تاني لانه خايف على ابنه وهيسافر بعيد. وبالليل بيوصل شويه بلطجيه على بيت راما عشان ينتقموا منه باوامر من بهاترا. وبتشوف مرات راما البلطجيه وبتروح عشان تحمي جوزها وبتاخد الرصاص كله بداله وبيجي فيها وبتموت. وبيهربوا بسرعه رجاله بهاترا، ويروح بعدها راما وهو كله غضب وحزن عشان ينتقم لمراته. وبيوصل لبيت بهاترا وبيضرب كل رجالته، ولما بيوصل لبهاترا نفسه بيقتله قدام مراته وابنه بيما. وبعدها بيروح راما لفيسا في محطه القطر ويقول له ان هو قتل بهاترا والفتره اللي جايه هتكون صعبه عليه، وعشان يحافظ على مستقبل ابنه لازم يبعده عن كل اللي بيحصل ويا ريت ياخده معاه ويربيه كانه ابنه. وبيكبر بعدها فيشو ابن راما وبيبقوا قاعدين في استراليا، ويبقى هو بيحب الرقص وبيقعدوا يرقصوا في الشارع هو واصحابه، والناس بتتلم حواليهم وبيعجبوا جدا برقصهم. وبعدها بيروح واحد صاحب فيشو ويقول له انهم نجحوا في التقديمات بتاعه مسابقه الرقص، وبيفرح فيشو وكل اصحابه في المصنع بالخبر ده. وبعدها بيروح السوبر ماركت عشان يسلم طلبيه تبع المصنع، وبيلاقي هناك بنت هنديه جميله، واول ما بيشوفها فيشو بيعجب بيها وبيفضل متابعها لغايه لما يطلعوا بره السوبر ماركت. وبتمشي البنت بعربيتها وبيفضل فيشو ماشي وراها بعربيه المصنع لغايه لما بتوصل للمطعم بتاع ابوها وبتنزل هناك. وبينزل وراها بون ابن فيسا واللي بيبقى المصنع بتاعه وبتاع فيشو بعد ما ابوه يموت. واول ما بيخبط على الباب بيطلع ابو البنت واللي اسمها ميرا، وبيبقى معاه مسدس وبيساله وهو متعصب انتوا ماشيين ورا بنتي ليه؟ وبيحاول بون يفهمه انهم مش ماشيين ورا حد. ولما بيدخلوا جوه بيحلوا سوء التفاهم، وبيطلع ان بون وفيشو جايين يسلموا طلبيه ازايز ميه للمطعم بتاع ابو ميرا لان هو طلب من المصنع الطلبيه. وتاني يوم تروح ميرا لفيشو المصنع، وبتستغرب ميرا لما بتشوف صاله للرقص وبتسالهم ده مصنع ولا قاعه رقص. يقول لها فيشو ان المصنع ده مجرد مهنه بس الرقص ده حياتهم. تقول لهم ميرا ان ابوها عازمهم بكره على الفطار هم وكل الموردين بتوع المطعم عشان يقدروا يجربوا الاكل الجديد بتاعهم. ويروح فيشو واصحابه من المصنع بس الاكل ما بيعجبهمش. وبعد ما بيرجعوا على المصنع بتتصل ميرا بفيشو وتقول له ان هي كانت متابعاه في المطعم وهو ما كلش خالص. يقول لها فيشو ان هو مش بيفطر وبيشرب الصبح قهوه بس. وبتطلب منه ميرا وهي مكسوفه ان هي عايزه تنضم لفريق الرقص بتاعه، وطبعا بيوافق على طول فيشو. وبتعدي الايام وبيعجبوا فيشو وميرا ببعض وبيقعدوا مع بعض وبيتكلموا كتير، وبيساعدها كمان في المطعم وبيكملوا تدريبات الرقص بتاعتهم عشان المسابقه قربت. ولما نروح لعروض المسابقه بيبقوا فرقه فيشو ماشيين حلو جدا وبيكسبوا. وبعد كده وفيشو وميرا ماشيين بالعربيه جماعه بيضايقوهم بعربيتهم وبيفضلوا يزنقوا عليهم لغايه لما يعمل فيشو حادثه وبيروح على المستشفى وبيجبسوا رجل ميرا وما بتبقاش هتعرف ترقص كده في العرض النهائي. ويروح فيشو للمسؤولين عن المسابقه وبيقول لهم اللي حصل، لكن المسؤولين بيرفضوا وبيقولوا له لازم فريقه يبقى كامل العدد في العرض النهائي والا كده انهم هيستبعدوهم. ولما بيطلع فيشو من المكان هو واصحابه بيبقى زعلان جدا على اللي حصل. وبيطلع اللي كانوا بيزنقوا عليهم بالعربيه دول متسابقين معاهم في المسابقه وكانوا خايفين منهم لا يكسبوهم. ويشوفهم فيشو وبيتعرف على سلسله واحد فيهم وبيعرف ان هم اللي عملوا فيهم كده، وبيروح لهم فيشو وبيقعد يضرب فيهم لغايه لما الناس بتتدخل وبتفصلهم عن بعض. وبعدها بيكلم ابوه راما عشان ياخد بنصيحته وبيقول له ابوه ان مفيش اي حاجه بتتحل بالخناق ولازم يفوزوا على الفريق ده في المسابقه وساعتها هيبقوا انتصروا عليهم. وبيعرف فيشو طريقه ويروح ياخد ميرا من المستشفى، وبيتحركوا على قاعه الرقص وبيحاول على قد ما يقدر ما يخليش رجلين ميرا المجزوعه تلمس الارض وبيحطها فوق رجله وبيتدربوا على الاساس ده. وبيقدروا في المسابقه النهائيه انهم يقضوا رقصتهم على المسرح وميرا لسه رجلها مجزوعه، وكمان الناس كلها بتسقف لهم وفرحانين بالاداء بتاعهم. وبيعلنوا بعدها عن اسماء الفرقه اللي فازت بالمسابقه، وبتطلع فرقه فيشو وبيطلعوا كلهم عشان يستلموا الكاس. وبعدها يروح فيشو لابو ميرا عشان يتقدم لها رسمي، وبيسالوا ابوها هيقدر يجي مع ابوه امتى عشان يتقدموا. يقول له فيشو ان ابوه مشغول على طول في الهند وبيجي سيدني مره واحده بس في السنه عشان يشوفه، لكن ابوها بيقول له ان طالما هو مش هيقدر يجي احنا نروح له. وبيحجزوا كلهم تذاكر طيران عشان يروحوا على مومباي في الهند ويقدروا يقابلوا راما. وفي الطياره بيكلم فيشو عمه اسمه رافي وبيقول له ان هو جاي الهند ويا ريت يبعت له حد ياخده من المطار عشان مش عارف الطريق. بس رافي بيقول له ان المكان في الهند مش مناسب ليه ولسه عايز يكمل كلامه. الخط بيقطع والطياره بتتحرك، وبيوصلوا فعلا فيشو وميرا وابوها للهند وبيستقبلهم واحد تبع رافي في المطار. وبعدها يروحوا لرافي وبيسلم السواق المسدس اللي معاه، وبيتصدموا ميرا وابوها ان السواق كان معاه مسدس. وبعدها بيقعد ابو ميرا يسال فيشو السواق كان معاه مسدس ليه، هو ابوه بيشتغل ايه بالظبط. بس فيشو ما بيبقاش عارف اجابه الاسئله دي، وابوه كان قايل له ان شغال رجل اعمال في الهند. وبيجي بعدها اتنين ويقولوا لفيشو
فيشو ان ابوه عايز يشوفه لوحده، وبيتحرك فيشو مع رجاله ابوه وواحد يسلمه لواحد تاني لغايه في الاخر لما يوصل لمنطقه فيها بحر، وبيلاقي ابوه جايب مركب هو وباقي رجالته. ولما بينزل ابوه بيقول له فيشو ان كذب عليه وهو مش رجل اعمال ولا حاجه زي ما قال له، وشكله كده بيعمل حاجه ضد القانون وعشان كده ما كانش عايزه ينزل الهند ابدا. وبيسمعوا بعدها صوت ناس كتيره بيسقفوا من تحت، ولما بيبص عليهم فيشو بيستغرب ان دول كلهم بيرحبوا بيه وبابوه، وبيقول له راما ان هو بعده عن المكان وضحى بانه يعيش بعيد عنه عشان كل الناس دي. وبيحكي له راما على كل اللي حصل زمان، وانه قتل بهاترا زعيم البلطجيه وكان لازم يبقى زعيم بداله عشان يقدر يراعي مصالح الناس ومحدش يستغلهم تاني. وساعات بيعمل حاجات هو شايفها صح بس بتبقى الحكومه مش شايفاها كده، وان ابن بهاترا ما سابهوش وكان عايز يقتله بس واحد من رجالته هو اللي مات واتسجن بعدها. وبيكبر ابن بهاترا واللي اسمه بيما في السجن، ولما يطلع يخلص عمليه قتل لواحد كبير من المسؤولين في البلد، وبيخلصوا من واحد كان مضايقه وبعدها بيبقى دراعه اليمين، ويحاولوا يلبسوا الراما قضيه مخدرات وقضايا تاني عشان يبان ان هو بلطجي وخارج عن القانون. ونرجع تاني للوقت الحالي ولسه راما بيحكي لابنه اللي حصل، وبيقول له ان بسبب كل اللي حصل ده هو بيستخبى من البوليس وما بيقدرش ان هو يظهر، بس هو هيروح معاه لابو ميرا عشان يتجوز ويكمل حياته بعيد عن كل الخطر ده. وبيروح راما مع فيشو للفندق اللي فيه ميرا وابوها، وبيحاول انه يقنع ابوها ان ابنه ملوش اي ذنب في اي حاجه بتحصل هنا، بس فجاه بيهجم البوليس وبيرفعوا مسدساتهم في وش راما، لكن راما بيمسكهم واحد ورا التاني وبيضربهم. ولما بيطلع بره بيلاقي البوليس ماسك ابنه فيشو وفي ظهره ميرا وابوها وماسكين مسدسات، وبيطلعوا عملاء سريين في البوليس. وبيتصدم راما وفيشو لما بيشوفوا اللي بيحصل ده حواليهم، ويحطوا بعدها راما في عربيه بوليس وبيمشوا بيها قدام فيشو اللي مش عارف يعمل له اي حاجه. وبيعتذر بعدها الضابط اللي كان عامل فيها ابو ميرا على اللي حصل وانه كان لازم يقبضوا عليه. وفجاه العربيه اللي فيها راما بتنفجر وبيتحدفوا فيشو وميرا والضابط وبيقعوا في الارض، وبيموت راما في الانفجار. وبيقوم بعدها غضب شعبي كبير عشان راما اتقتل لانه كان بالنسبه للمدينه دي الاب الروحي بتاعهم، وبيقدر البوليس يسيطر على الغضب ده ويعلن حاله الطوارئ في المدينه. وبيقعد بعدها بيما يقول لرجالته بعد 25 سنه انه قدر اخيرا ينتقم لابوه ويقتل اللي قتله، وبيسيطر بيما على المدينه كلها ويبقى هو الزعيم الجديد للمنطقه ويرجع عصر ابوه من بلطجه واستغلال للناس. وبيروحوا الناس تشتكي لرافي وبتقول له على اللي بيحصل في الشارع وبلطجه بيما، وبيظهر فيشو وبيقول لهم ان هو اللي هيقف في وش بيما، بس رافي بياخده في اوضه لوحده وبيقول له ان هو مش قد الحرب اللي عايز يدخلها، وبيديله تذكره ويقول له يرجع تاني على استراليا وانه يحاول يعيش حياته هناك لان دي كانت وصيه ابوه. ويروح فعلا فيشو عشان يرجع استراليا تاني، بس وهم في الطريق بيشوف واحد غلبان بيجري من رجاله بيما وعايزين يقتلوه، وما بيقدرش فيشو يسكت وبينزل من العربيه بسرعه وبيقعد يضرب في رجاله بيما واحد ورا التاني، وبيقدر ينقذ الراجل اللي كانوا هيقتلوه. وبالليل بيتلموا شويه بلطجيه تبع بيما على فيشو عند المينا، وبيقعد فيشو يضرب فيهم كلهم. ولما بيطلع الصبح بيجي ازاله المنطقه في المدينه، وطبعا البوليس في جيب بيما وبيجيبوا معاهم بلدوزر عشان ينفذ، بس فيشو بينزل لهم الرجاله اللي مسح بيهم الارض امبارح من شجره، واول ما بتاع البلدوزر بيشوفهم بيجري، وبيقدروا البوليس يمسكوا فيشو وبيقعدوا يعذبوا فيه ويضربوه في المركز. وبيحاول رافي وباقي الرجاله انهم يشوفوا فيشو بس الضباط في المركز بيرفضوا. وبالليل بتروح الضابط ميرا عشان تشوف فيشو وبتتفاجئ انهم رابطينه وبيعذبوه، وبتأمر العساكر انهم يفكوه حالا، وبتدخل للضابط وبتقول له ان واجبهم يقدموا المتهمين للمحاكمه مش يربطوهم ويعذبوهم. وبيتصل الضابط بالناس اللي مشغلينه وبيتصلوا بالمدير بتاع ميرا واللي بيأمرها في التليفون انها تتحرك حالا من عندها وملهاش دعوه باي حاجه بتحصل في اسم مش تحت سلطتها. وتروح ميرا وبتجيب ناس تبعها وبيدخلوا المركز، وبيفتكرهم الضابط الناس اللي بعتهم بيما عشان يقتلوا فيشو، ويقول لهم الضابط لازم يبهدلوا المركز ويضربوه عشان محدش يعرف انه ساعدهم، وبيمسكوه وبيقعدوا يضربوا فيه وبعدها بياخدوا فيشو ويمشوا بسرعه. وبيجي بعدها الرجاله اللي بعتها بيما، وبيتصدم الضابط لما بيعرف ان هو سلم فيشو للناس الغلط. وفي يوم المحاكمه بتاعت فيشو بتيجي ميرا وبتسلم فيشو للمحكمه قدام كل الناس وقدام الضابط اللي كان هيموت من الغيظ. وفي المحاكمه ما بتتمسكش ولا حاجه على فيشو لان مفيش اي شهود على اللي حصل، وبيقدر فيشو انه يطلع من اول جلسه، وبيفرحوا كل الناس اول ما بيشوفوا فيشو طالع بره المحكمه، وبيعملوا بعدها حفله كبيره عشان يستقبلوه. وبيبدا فيشو شغله الجديد وبيقعد يدافع عن حق الناس وحقوق الغلابه. وبتعدي الايام والشهور وصوره فيشو بتتعلق في وسط المدينه زي ما كانوا بيعملوا مع ابوه، وبيبقى الناس كلها بتحبه. ويتفقوا رجاله بيما وعلى راسهم ارجون انهم يسخنوا مظاهرتين على بعض ويحاولوا يعملوا فوضى في المدينه، ولما يجي فيشو عشان يفض الخناقه يقتلوه. وبيسمع كل اللي بيحصل ده مصور وبيصور اللي بيحصل فيديو، وبيشوفوا ارجون وهو بيصور وبيجري وراه هو ورجالته. وفي نفس اللحظه بتكون الخناقات اللي عملوها بدات، وبيقعدوا ارجون والرجاله جارين ورا المصور واسمه كومار لغايه لما بيقدر يركب القطر وبيسيب لهم الكاميرا بس بياخد منها الشريط. ولما بينزل في المحطه اللي بعدها بيكلم فيشو وبيقول له ان هو اسمه كومار وشغال
شغال مصور، بس التليفون بيقع منه وما بيلحقش يحذره، وبيوصلوا ارجون واللي معاه، وبتكمل الخناقه الكبيره بين الناس في الشارع، والشارع كله بيبقى بيضرب في بعضه، وبيوصل فيشو على المكان عشان يفض بين الاتنين وينقذ الناس الغلابه اللي موجوده في النص. وبعد مده بتخلص الخناقه، بس بيبقى في ناس كتيره اتصابت وماتت، وبيروح فيشو مع الناس المستشفى وبيبقى مصدوم باللي حصل، وبتبقى في واحده قريبه من فيشو معجبه بيه، وبتقعد تبص عليه وهي بتجيب لي الاكل عشان يتغدى وهو حاسس بيها. وبيجي بعدها في التلفزيون ان المصور كومار مات في احداث غامضه ومحدش عارف مين اللي موته، وبيفتكر فيشو اسمه كومار ان هو اللي كلمه بس ما كملش المكالمه. وبيقدر بعدها فيشو يمسك ارجون الدراع اليمين لبيما، وبيقعد يعذب فيه لغايه لما بيحكي له على كل حاجه عن الخناقه، وان هو اللي قتل كومار فعلا بس ما كانش الفيديو معاه اللي صوره. ولما بيجتمع فيشو مع رجالته يقولوا له انه ممكن يكون كومار اتسرق قبل ما ينزل من القطر، وبيروحوا للي ماسك شبكه الحراميه في الكباريه، وبيقدروا يعرفوا الحرامي اللي عمل كده، ويروح فيشو بياخد الشريط اللي كان في الكاميرا ويعرضوا فيشو في كل القنوات، واللي بيظهر فيه ارجون وهو بيفضح العمليه كلها، وان كمان في وزير متورط مع بيما في الموضوع، وبيتقبض على بيما والوزير. ويوم المحاكمه بيعمل الوزير انه ما يعرفش بيما وعمره ما اتفق معاه على حاجه، واكيد المعارضين ليه ولسياساته هم اللي عملوا المكيده دي عشان يوقعوه. وبيقدر فعلا الوزير يفلت منها وبيدخلوا بيما السجن، بس المره دي ما كانش جاهز يكمل فيه بقيه حياته، وبيستخبى في الزنزانه بتاعته. اول ما بيعدي العسكري وما بيلاقيش حد في الزنزانه بيفتحها بسرعه وبيهجم بيما عليه وبيقتله وبيهرب. ولما بيطلع الصبح بيروح فيشو البيت عنده يلاقي 7 من رجالته ميتين، وشكل بيما بينتقم منه، حتى البنت اللي كانت معجبه بيه قتلها. ويتصل بعدها بيما بفيشو ويقول له يجيله لوحده لو كان عايز يشوف عمه تاني، ويروح فيشو على المكان اللي قال له عليه بيما ويلاقي عمه مربوط وبيفكه بسرعه. ولما بينزل معاه بيلاقي بيما مستنيه هو ورجالته، وبتحصل المفاجاه لما عم فيشو بيضربه بالسكينه في ظهره ويقول له ان هو من ساعه ما جه هنا ورافي مش عارف يبقى الزعيم بعد ما ساعدهم يخلصوا من راما. ويحاول فيشو يمسك رافي بس رافي بيحدفه في الارض، وبيروح بعدها وبيركب العربيه اللي جاي فيها فيشو، وبيأمر السواق يتحرك بسرعه ويكلم في العربيه البوليس ويقول لهم ان بيما قتل فيشو، وبيديهم عنوانه، وكمان بيتفق مع واحد تاني يديله فلوس تمن موت فيشو. والسواق بتاع فيشو ما بيبقاش مصدق اللي بيسمعه، وبيعرف هنا ان رافي خاين، وبيدخل بيه في عربيه بنزين وبينفجروا هما الاتنين. وبيقدر فيشو يقوم وبيتلم على رجاله بيما وبيضربهم واحد ورا التاني. وبتيجي اخبار اللي بيحصل لميرا في عربيتها باللاسلكي، وبتعرف ان فيشو اتقتل وبتقعد تعيط عليه، وما بيفضلش غير بيما وفيشو. بيقعد فيشو يضرب في بيما لغايه لما بيغرس السكينه في رقبته. وبتيجي ميرا وبتشوف رجاله بيما كلهم على الارض، وبتاخد بالها من فيشو، وبتعمل نفسها ان هي اللي موتت الرجاله اللي على الارض لما حاولوا يهربوا عشان فيشو ما يتمسكش عليه اي حاجه. وبعدها بتروح ميرا وبتقدم استقالتها عند الضابط اللي بتعتبره زي ابوها، وتقول له ان هي مش عايزه تكمل في المهنه دي ومش قادره تبطل انها تحب فيشو. وبعدها بكام شهر بيجي المحامي بتاع فيشو وبيلاقي ميرا بنفسها هي اللي بتضايفه، وكمان اتجوزت فيشو. وبيدخل المحامي بيقول لفيشو ان في واحده ست غلبانه اغتصبوها كام ولد من العيال اللي عيلتهم معاها فلوس، ومحدش قدر يمسك عليهم حاجه وخرجوا منها، وهو محتاجه معاه عشان يحقق العداله اللي ما قدرتش المحكمه تحققها. وكده فيشو هيكون بيحقق العداله زي ابوه. اهلا بيكم. النهارده هنعمل فيلم الاكشن اسمه كاثي، بس قبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونشترك في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. بيبدا فيلمنا مع مسجون بيحاول يهرب من السجن، وبيضرب عسكري على دماغه وبياخد السلاح بتاعه، وبيكمل جري لغايه لما بيخرج بره السجن، وبيوصل باقي ضباط السجن للعسكري اللي واقع على الارض وبيبقوا مش عارفين يعملوا ايه. وواحد من العساكر بيقترح على الضابط وبيقول له ان في مسجون هنا حاول يهرب اكتر من 18 مره قبل كده، وممكن هو يساعدنا نقبض على اللي هربان. وبيروحوا الضباط للمسجون واللي بيبقى اسمه كاثي، وبيقول لهم كاثي ان هو هيساعدهم بس بشرط يجيبوا له مروحه وكمان تليفون عشان يتكلم فيه. وبيوافقوا الضباط على طلبات كاثي، وبيقول لهم يجيبوا له الخريطه بتاعه السجن. وبيقعد يفحص كاثي الخريطه كويس جدا وبيرسمها في دماغه، وبيقول لهم ان هو تقريبا عرف هو هرب منين، ويلا عشان هنجري كتير. وبيجري كاثي ورا الضباط والعساكر كلهم، وبيقعدوا ماشيين في الطريق لغايه لما بيوصلوا فعلا للمسجون اللي هربان، وبيقعد يضرب نار على الضباط والعساكر لغايه لما بتفضل الخزنه بتاعته وبتيجي رصاصه في رجله وبيقع في الارض. وبيقدروا الضباط انهم يمسكوه اخيرا. وبيقول واحد من الضباط انهم مش المفروض حد يعرف انهم مسكوا المسجون ده عن طريق مسجون تاني، وبيبص وراه عشان يشوف كاثي لكن ما بيلاقيهوش موجود، وبيتعصب الضابط من سذاجتهم كلهم. ولما بيطلع الصبح بيوصل كاثي لواحد صاحبه اسمه دانو، وبيستغرب دانو لما بيشوفه، وبيقول له كاثي ان هو قدر يهرب من السجن وان هو لازم يسافر على بانكوك الصبح، وكمان لازم ان هو يجيب له باسبور مزيف من معارفه عشان يقدر يسافر. وبيبص له صاحبنا دانو بقرف وشكله مش طايقه، وفعلا بينفذ دانو اللي طلبه منه كاثي وبيجيب له الباسبور الجديد. وبيروحوا هما الاثنين المطار، وبيقول لكاثي ان هو صرف كل فلوسه على الباسبور المزيف اللي في ايده، وهو مش عايز منه فلوس ولا حاجه، بس مش عايز يشوف وشه تاني في الهند. في المطار بيقعد
بيقعد كاسي يخلص شويه ورق وبيلاقي بنت جميله دخلت عليه، ومن كتر جمالها مركزش هي بتقول له ايه وبتسيبه وبتمشي، ويقول لصاحبه هي قالت ايه، يقول له دانو اللي فقد فيه الامل خلاص ان هي كانت عايزه القلم بتاعه مش اكتر. وبيبقى كاسي باصص عليها بشكل ملفت لدرجه ان اللي جنبها اخلت بالها، وبتروح له البنت وبتقول له ان اسمها انجيتا وحبت واحد من سنتين واتقتل، بس هو دلوقتي على طول معاها. وبيتصدم كاسي من كلام انجيتا المرعب، وبتقول له انجيتا يبص وراه وهو هيشوفه، وبيبص كاسي وراه بس طبعا مش بيلاقي حد وبياخد نفسه بالعافيه، بس انجيتا بتقول له يبص كويس على المرايه وهيلاقي دبانه، وهي دي حبيبها اللي جه للحياه مره تانية على شكل دبانه، والدبانه بيطلب منها دلوقتي انها تتجوز كاسي، وبتدي له انجيتا رقمها وبتقول له ان هي هتروح على بيتها بعد ما تودع عمها وعيلتها في المطار، ولو رجع مره تانية للهند لازم انهم يتقابلوا. وبيجي دانو بيقول له ان هو سابه لوحده عشان يخلله الجو، ويلا بقى عشان الطياره هتفوته، وبيبص له كاسي من غير ولا كلمه وبياخد منه تذكره الطياره وبيقطعها. وبيتصدم دانو لما بيشوف اللي بيحصل ويبقى هاين عليه ينزل يلم التذكره من الارض. وبالليل يمشي كاسي مع دانو في شوارع الهند، ويبقى فرحان انه هيكلم انجيتا تاني، وبيتصل بالرقم اللي اديتهوله وبترد عليه واحده وبتقول له ان دي مؤسسه تشيناي، مين معايا؟ بيستغرب كاسي بيقول لها ان ده مش رقم انجيتا، بترد عليه البنت وبتقول له انجيتا مين؟ ده رقم البلاغ عن الكلاب الضاله، لو عندك كلب ضال في منطقتك بلغنا واحنا هنيجي نصطاده. وبيعرف هنا كاسي ان انجيتا ضحكت عليه وبيقعد يهوهو للبنت في التليفون، ودانو بيقعد يهزق في كاسي لما بيعرف اللي حصل، وبيقول له انت مش عارف قيمه الفلوس اللي ضاعت دي وازاي بتعب عشان الاقي حد اسرقه واكسب من عرق جبيني. وهما بيتكلموا بيلاقوا من تحت الكوبري اللي هما واقفين عليه عربيه محمله خضار وبتخبط في الرصيف، وجماعه بينزلوا من عربيه تانية وبيطلعوا مسدساتهم ويخلصوا على اللي موجودين في العربيه. وبيجري بسرعه كاسي ودانو وبيطمنوا على الراجل اللي في العربيه وبيلاقوه بيطلع في الروح، بس بيبقى شبه كاسي الخالق الناطق لدرجه بتخلي كاسي يتصدم لما بيشوفه. وبيركب كاسي ودانو العربيه وبيسوقوا لغايه اقرب مستشفى، وبعد ما بيسلموه في المستشفى في حد بيكلم دانو وبيقول له البوليس جه عند البيت وبيدوروا على واحد اسمه كاسي. بيبقى دانو مش عارف يعمل ايه، وبتيجي فكره لكاسي وبياخد الحاجات اللي لقوها مع اللي دخلوه المستشفى وبيبدلها بحاجاته هو كانه هو اللي اتضرب بالنار، ويقول لدانو يسجل اسمه في المستشفى بدل الاسم التاني، وبكده هيفتكر البوليس ان هو اللي في المستشفى وهياخدوه لما يخف، وده هيخليه يكسب شويه وقت لغايه لما يكتشفوا ده، وان هيخليه كمان يقدر يهرب لبانكوك. وبيطلع الصبح وكاسي بيبقى ماشي في الشارع وفاتح صدره وهو مش خايف من اي حاجه، وبيلاقي ظابط في وشه وبيمسكه هو ودانو ويقول لهم وزير الداخليه عايزكم في العربيه. وبيتصدم دانو وكاسي لما يعرفوا مين اللي في العربيه، بس بيروحوا مع الظابط من غير ولا كلمه، ولما بيركبوا بيقول لهم الوزير انه جاب لهم ال 250 الف اللي طلبهم من الوزاره. وبعدها بينزلوا وبيقابلوا ناس كبار في السن ويبقوا عارفين كاسي وبينادوه باسم جيفا فرحانين عشان رجع لهم تاني، وبيقول لهم الوزير ان هو اداله ال 250 الف بتاعتهم، بس واحد من الواقفين بيقول للوزير انهم مش عايزين منهم اي حاجه، وبياخد من كاسي الشيك ويقطعه، لكن طبعا بيتقطع قلب كاسي مع الشيك. وبعدها بياخد الوزير كاسي على جنب ويقول له لازم نقنع الناس دي تاخد ال 250 الف، وبيقترح عليه كاسي النصاب ان هو يديله الفلوس من غير ما هم يعرفوا، وهو هيقدر يقنعهم انهم ياخدوها منه. وبيوافق الوزير على كلام كاسي وبيقول له ان هو هيجيب له الشيك في اقرب وقت. وبعدها بيروحوا الجماعه الكبار ومعاهم كاسي ودانو وبيدخلوا المكان وبيقعدوا يدعوا ل6 صور موجوده، وبيسال دانو واحد فيهم هم مين دول وليه بيدعوا لهم، ويقول له ان ال6 دول انتحروا في يوم واحد عشان ينقذوا حياه جيفا والقضيه بتاعتهم. وبيقعدوا يتكلموا دانو وكاسي بالليل وبيتفقوا انهم هياخدوا الفلوس من الوزير وهيخلعوا من المكان المريب ده. وفجاه النور بيقطع واحد بيخبط عليهم وبيقول لهم ان واحد اسمه كشور عيان خالص، وبيطلعوا معاه هما الاثنين ويشوفوا كشور وهو راقد على السرير وشكله تعبان فعلا، وبيلف كاسي بايده وبالغلط بتيجي في وش حد، ولما بيجي النور بيلاقيها انجيتا، وبيقعد كاسي يبص لها وهو مش مصدق انه قابل اكتر حد ضحك عليه في حياته. وبتطلع انجيتا ان يبقى جدها كشور وبتقعد معاه وبتديله الدواء بتاعه وبيبقى كويس. ولما بيطلع الصبح بتروح انجيتا لكاسي وبتعتذر له وبتقول له ان هي ضحكت عليه وما كانتش تعرف ان هو المسؤول عن دار المسنين. وبعدها بيشوفها كتير كاسي في الدار عشان بتطمن على جدها وبتاخد بالها منه. وفي المستشفى بيصحى جيفا وبيبقوا مكلبشينه من ايديه ورجليه، وبيقول لهم هو مخضوض ان في حاجه غلط، هم اللي مكلبشينه كده، هو ما عملش اي حاجه. وبيوصل ضابط السجن ويشوفوا العلامات اللي كانت في جسم كاسي بس ما بيلاقوهاش، وبيعرفوا هنا اللي هم ماسكينه ده مش هو كاسي، بس ما بيرضوش يطلعوه عشان الشوشره لغايه لما يقبضوا على كاسي. وبيروح كاسي السوق عشان يجيب الخضار للدار، وهنا بيمسكوه جماعه بمسدسات وبيودوه لشركه كبيره، ويبقى صاحب الشركه اسمه سيدريك ومنتظر كاسي او اللي هو عايزه جيفا. ويقول سيدريك لكاسي ان اليوم ده استناه 3 سنين ولازم يمضي هو وال10 المسؤولين على الورق المطلوب، وكمان يخلي المحامي يتنازل عن القضيه وهو هيديله 2.5 مليون
وهيطلعه بره البلد خالص. وبيبقى كاسي مش مصدق كمية الفرص اللي بتتحدف عليه من ساعة ما بقى جيفا. وبيفتح سيدريك شنطة فيها نص مليون ويقول لكاسي دول المقدم والباقي هياخده لما كل حاجة تخلص. وبيروح كاسي ومعاه الفلوس لصاحبه النصاب التاني دانو وبيحكي له على كل اللي حصل. وبعدها بيجي له تليفون من الدار وبيقولوا له ان في تكريم دلوقتي ولازم يحضر لان في شيك ب 400,000 المفروض يستلمه للدار. وبيبقى كاسي مش ملاحق على الفلوس اللي عمالة تيجي منين ولا منين. وبيروحوا التكريم ومع المسنين وانجيتا. وبيعرف كاسي في التكريم ان جيفا عنده ماجستير في الهيدرولوجي. وبيطلع جيفا عايز يوصل المايه لقرى كتيرة من تحت الارض عشان يقدروا انهم يزرعوا وما يموتوش من الجوع والعطش. وبيطلع سيدريك عايز يمشي الناس كلها من القرى والاراضي بتاعتها عشان هيبني عليها مشروع. وبيقدر البوليس بفضل نفوذ سيدريك انه يمسك جيفا وبيرميه في الحجز وكمان بيضربوه. وكل اللي في القرى بيبقوا معتصمين عند المركز بتاع البوليس عشان يحاولوا يطلعوا جيفا بس طبعا من غير فايدة. وهنا قرر الست كبار في السن انهم ينتحروا مع بعض عشان يسمعوا صوتهم للعالم كله ويسجلوا اللي حصل. في الاخبار كلها بتجيب الحادثة والعالم كله بيسمع عن حادثة انتحار الستة. وبيقدروا بالطريقة دي يرجعوا الارض اللي اخدها سيدريك منهم. وصوتهم بيوصل لوزير الداخلية نفسه وبيقعد يعيط كاسي لما عرف اللي حصل وهو كان عايز يعمل ايه في الناس الغلابة. وبيروح بالليل وبيرجع الفلوس اللي اخدها من سيدريك. ولما بيرجع على الدار بيلاقي المسنين كلهم اتضربوا واتهانوا عشان اللي عملوا ويبقى اللي ضربوهم لسه موجودين في المكان. وبيقعد كاسي يضرب فيهم ويكسر عظمهم لغاية لما بياخدوا عربياتهم وبيهربوا بسرعة. وبنروح للسجن وبيقدر المسجون اللي كان هربان وكاسي خلى البوليس يمسكه ويوصل لجيفا في الزنزانة بتاعته. بيبقى اسمه فيفيك ويقول فيفيك لجيفا ان هو عارف انه مش كاسي عشان كده هيهربه من المكان ده ويكشف كاسي على حقيقته ويقدروا يقبضوا عليه ويجيبوه على السجن ويعرف ينتقم منه. ويقدر فعلا فيفيك يهرب جيفا بره السجن مع رجالته. ونروح في المحكمة واللي بيثبت فيها سيدريك ان في اكتر من 1000 واحد موقعين على ورق انهم عايزين يتبني مصنع في المنطقة دي. بيضطر المحامي بتاع جيفا يأجل القضية عشان يعرف مين الناس دول وبتتأجل القضية 5 ايام. وفي الدار بيعرف كاسي ان الناس الكتير دول هم من القرية فعلا بس شغالين بره الهند. بس لما بيتصل بيهم بيقولوا له ان هم ما مضوش على حاجة. هم جات لهم عقود عمل بره الهند والباسبورات بتاعتهم مش معاهم اصلا وانهم مضوا على عقد ب4 سنين مع الشركات اللي وظفتهم هناك ومش هيقدروا انهم يرجعوا يشهدوا انهم مش هم اللي مضوا. وبيتصل بعدها سيدريك بكاسي وبيعرف كاسي ان هو اللي وفر العقود دي للشباب عشان يلعب اللعبة بتاعته. وبيحاول كاسي وكل اللي في الدار يتواصلوا مع الصحافة او حتى الاعلام عشان القضية بتاعتهم بس محدش راضي يسمعهم وبيقولوا لهم القضية بتاعتهم دي مش مهمة بالنسبة لهم. لدرجة انهم لما بيرجعوا على الدار بيعرض 5 من المسنين انهم ينتحروا زي الستة اللي قبلهم عشان الاعلام يتكلم عنهم. بس كاسي بيرفض طبعا وبتجيله فكرة. وبيروح كاسي والمسنين في كل المواسير الكبيرة اللي بتضخ مياه في المدينة وبيبقى عددها 5 وبيقفلوها وبيعتصموا جواها. ولما يوصل البوليس ما يرضوش يطلعوا ويقولوا لو حد قرب منهم هيولعوا في نفسهم. وبتتقطع المياه عن المدينة كلها. وبينجحوا كاسي واللي معاه يجيبوا الصحافة والاعلام لغاية عندهم ويتكلموا على اللي بيحصل. وبيوصل جيفا الحقيقي لمركز البوليس وبيحكي للضباط على كل اللي حصل الفترة اللي فاتت. وبياخد بعدها الضابط العربية بس سيدريك بيكون بيراقب الموضوع وبيخلي العربية بتاعتهم تتقلب وبيخطفوا جيفا وياخدوه لسيدريك. ويعرف جيفا اللي عمله كاسي الايام اللي فاتت من سيدريك العبيط. وبعدها وهما بيتفرجوا على البث المباشر للمواسير بيلاقي كاسي خرج من المواسير وبيتصدم سيدريك لما بيشوف واحد ممسوك عنده وواحد طالع من المواسير. وبيقول لجيفا ان انت غشاش بتعمل كده ازاي. واخيرا يسمع العالم كله صوت كاسي وحتى جيفا وهو بيدافع عن الارض بتاعت الناس القرويين. ويعرف سيدريك بعدها كل الناس المسنين حقيقة كاسي وان هو مش جيفا. وبيضربوا واحد من المسنين ويقول له ان انت وديت جيفا فين وليه خدعهم. وبيقف دانو في وشهم ويقول لهم انهم فعلا كانوا عايزين ينصبوا عليهم في الاول بس بعد ما عرفوا ان قضيتهم مهمة كان لازم يقفوا معاهم وهم عملوا كل حاجة الفترة اللي فاتت عشان ينتصروا في قضيتهم وانهم خلاص اتغيروا بسببهم. وبعدها بيروح كاسي لسيدريك في الشركة بتاعته ومعاه ورقة موقعة من المسنين وهم متنازلين فيها عن حقهم عشان ينقذ جيفا. بس اول ما بيوصل لسيدريك بيقطع الورقة قدامه وبيبدأ رجالة سيدريك انهم يحاولوا يضربوا في كاسي بس بيقعد كاسي يضرب فيهم وفي الاخر بيقدر يمسك سيدريك ويقتله. وتاني يوم في المحاكمة في جلسة النطق بالحكم بيبقوا كلهم متجمعين وبيقدر كاسي يوصل متخفي وبيتحكم في القضية برجوع الأراضي ومورد المياه لأصحابها القرويين. وبيفرحوا كلهم بالحكم اللي أخيرا نصف أهل القرى. ولما بيطلعوا برا المحكمة بيكلم جاسي كيفا وبيودعه وبيقول له إن قضيته مهمة ولازم يحافظ عليها وهو هيسلم نفسه للسجن تاني عشان يقضي المدة بتاعته اللي فاضلاله. وبيتصل بعدها كاسي بالظابط وبيجي ياخده بعربية السجن. وبنعرف هنا إن أنت لو بقيت حرامي بس عندك قضية تدافع عنها بتقدر تتحول لشخص تاني.